ميرا البنت اللي الكل بيشوفها رزينة راقية وواثقة بنفسها، بس ورا الهدوء ده في حكاية محدش كان يعرفها، حكاية غيرت حياتها للأبد. هي مش مجرد شخصية في فريق هانترز، دي إنسانة شايلة ماضي تقيل وجاية من بيت كان المفروض يكون مصدر أمانها. الفيلم ما وضحش كل تفاصيل طفولتها، لكن اللي بيركز في تصرفاتها في لبسها وفي كلامها هيلاحظ إن في حاجة دايماً بتحاول تخبيها، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة، الحكاية اللي غيرت ميرا وخلاكها تبقى بالشكل اللي شايفينه دلوقتي. قبل ما نبدأ اضغط لايك واشترك في القناة علشان توصلك كل التحليلات الجديدة عن كي بوب ديمون هانترز. يلا نبدأ. ميرا قالت مرة جملة بسيطة بس مليانة وجع: أنا ما بقتش أستحق يكون لي عيلة. الكلمة دي مش مجرد حزن، دي كانت تلميح عن ماضي صعب بتحاول تنساه لسنين. الموضوع مش تمرد ولا اختلاف، دي قصة فيها أسرار ومواقف صعبة، ويوم واحد بس غير كل حاجة في حياتها. قبل ما أقولك الحقيقة، في حاجة لازم تشوفها وهتغير كل فكرتك عن ميرا. في مشهد صغير جدا بيظهر المعالج اللي يقدر يقرأ مشاعر الناس بعينه بس. مع رومي شاف جدار عالي، خوف وحماية. مع زوي شاف بنت بتحاول ترضي الكل عشان ما تخسرش حد. لكن لما بص في عيون ميرا شاف لا شيء، فراغ كامل، مفيش مشاعر، مفيش لون، مفيش حياة. لدرجة إنه اتراجع خطوتين لورا كأنه جات شبح. دي مش قوة، دي مش برود، دي عقل بنت بنى حواليه جدران سميكة لدرجة إن حتى السحر نفسه ما قدرش يخترقها. بس الأسوأ لسه جاي. في صور العيلة بتاعتها كل الوجوه مطموسة، ما فيهاش ملامح إلا وش ميرا. الناس فكرت إنها رمز للغربة، إنها مش شبههم، لكن الحقيقة أبشع من كده. ميرا مش قادرة تشوفهم، بتشوف وشوشهم بوضوح بس لما بتغضب، لأن الغضب بالنسبة لها أهون من الذكريات اللي بتحاول تنساها، أسهل بكتير من مواجهة اللي حصل. بص على شعرها، اللون الأحمر المائل للبني، الكل بيقول إنها عملته عشان تتمرد أو تلفت الانتباه. بس إيه رأيك لو أقولك إنها ما اختارتوش أصلاً؟ اللون ده مش ستايل، ده تحذير، تحذير من الدم اللي بيجري في عروقها، الدم الشيطاني. كل عيلتها شعرها أسود، بس هي الوحيدة اللي لونها بيحرق زي النار، كأن جسمها بيصرخ في حاجة غلط فيا. وسلاحها الوالدو، سلاح طويل جدا 6 أقدام بنهاية حادة، في الظاهر معمول عشان تبعد العدو، لكن في الحقيقة ده رمز البنت مش عايزة حد يقرب منها، بتحارب وهي خايفة مش من الأعداء لكن من نفسها. ولما تسمعها بتغني عن نفسها وتقول I got too wild، مش بتقول أنا جامدة ولا أنا قوية، بتقولها كأنها بتحكي عن لحظة واحدة، اللحظة اللي كل حاجة بعدها اتغيرت. في يوم من الأيام اللي ميرا دايماً بتحاول تمسحه من دماغها، اليوم اللي كسر كل حاجة كانت بتحبها. كانت لسه صغيرة يمكن 10 سنين، وكانت عيلتها من العائلات اللي بتحافظ على الطقوس القديمة، حاجات غريبة شوية عن الأرواح والأغاني المقدسة. في الليلة دي كان في احتفال صغير في بيتهم، ضحك، موسيقى، لكن الضحك اتحول لصراخ. واحد من الطقوس خرج عن السيطرة، الهواء اتقل، الأضواء اتهزت، وصوت جه من مكان محدش شايفه، صوت بيهمس باسمها: ميرا دورك جه. واللي حصل بعدها محدش فهمه غيرها. الليلة دي الدم الشيطاني اللي كان نايم في جسمها صحي، العيون اتبدلت، الصوت اتغير، والهواء حواليها بقى نار. في لحظة فقدت السيطرة، صرخت، وكل حاجة بعد كده بقت فوضى. لما صحيت تاني يوم البيت كان في فوضى، أمها كانت مصدومة وأبوها ما قدرش يبص في وشها، اتخبت في أوضتها بتعيط ومش فاهمة هي عملت إيه، بس عيونهم قالت كل حاجة: أنت السبب. ومن اليوم ده محدش ناداها باسمها، بقت البنت اللي حصل بسببها الحادث. أبوها ساب البيت بعدها بأيام، وأمها غرقت في حزنها وسكتت. ميرا اتربت وسط صمت بارد، صمت بيقول انتي لعنة. اللون الأحمر في شعرها ظهر بعدها بأسابيع، مش من صبغة لكن من جواها، زي ما يكون جسمها نفسه بيعلن إنها مش بشر بالكامل. ومن يومها ميرا قررت إنها تبقى قوية بس مش قاسية، إنها تضحك في وش الكل وتلبس أغرب لبس عشان محدش يلاحظ دموعها. لكن في كل مرة تمسك الوالدو بتاعها بتفتكر إنها مش بتحارب الشياطين بس، هي بتحارب اللي جواها كمان. بعد الحادث ده بسنين، لما سيلين جمعت البنات علشان تشكل فرقة هانترز، كان في حاجة مختلفة في الطريقة اللي بصت بيها لميرا. ما كانتش نظرة إعجاب، كانت نظرة معرفة، كأنها شايفة ورا الضحكة
ورا الشعر الأحمر، ورا العيون اللي بتخبي وجع كبير. سيلين كانت أول واحدة تقول لها أنا عارفة إن في جواكي دم مش عادي، بس ده مش اللي بيحددك. الكلمة دي كانت أول مرة حد يقول لميرا إنها مش وحشة. بس سيلين ما اكتفتش بالكلام، بدأت تعمل تعاويف صغيرة تخفي العلامات الشيطانية اللي بتظهر على جسم ميرا لما تغضب. كانت دايماً تقول لها الغضب بيغذي الظلام، بس الحب هو اللي بيكسر لعنته. ومع الوقت ميرا بدأت تثق فيها، لكن جواها كان في سؤال واحد بيكويها كل يوم: لو سيلين عرفت كل الحقيقة هتفضل تحبها زي ما هي؟ عشان كده ميرا عمرها ما حكت إن في لحظة من اللحظات الشيطان اللي جواها حاول ياخد السيطرة تاني، وساعتها سيلين هي اللي أنقذتها، مش بس بالسحر لكن بالكلام، بالحضن اللي خلاها تحس إنها مش لوحدها لأول مرة من سنين. في الليلة دي سيلين وعدتها وعد غريب جدا: لو اليوم جه والدم جواكي حاول يسيطر عليكي، أنا مش هقتلك زي ما بيعملوا الصيادين، أنا هفكرك إنك لسه إنسانة. ومن اليوم ده ميرا قررت إنها تكرس حياتها للفرقة. كل أغنية بقت بالنسبة لها تعويذة ضد الظلام، وكل مرة بتضحك فيها على المسرح كانت بتحاول تقنع نفسها إن النور لسه جواها. الليلة دي كانت المفروض تبقى أكبر ليلة في حياة هانترس، أضواء، تصفيق، وملايين بيتفرجوا على البث المباشر. بس في وسط كل ده ميرا كانت حاسة بحاجة غريبة في جسمها، النبض مش طبيعي والنفس بيجري، الحرارة بتزيد. ولما بدأت تغني حست بدقات قلبها بتتحول لصوت تاني، صوت مش صوتها، صوت غريب جاي من جواها. وفي لحظة صمت قصيرة بين اللحن والكلمات عيونها انعكست فيها لهب أحمر، والسيف بتاعها بدأ يهتز لوحده. القوة الغامضة اللي كانت بتحاول تكتمها سنين أخيراً ظهرت. الهواء اتغير، الأضواء انطفت، وكل صوت في المكان اختفى للحظة. في اللحظة دي ميرا شافت ماضيها كله بيرجع قدامها، البيت اللي احترق، أخوها اللي كانت فاكرة إنها أنقذته، وصيت في دهنها بيفكرها بكل ذنوبها القديمة. دموعها نزلت، لكن معاها خرج الغضب اللي خبته جواها سنين. ضربت الأرض بسيفها وطلعت منها موجة من طاقة مضيئة، النور غطى المكان كله، والأغنية اتبدلت فجأة لنغمة حزينة جداً كأنها بتعبر عن ندم العالم كله. سيلين طلعت المسرح ومشيت وسط الدخان والنور، مدت إيديها ولمست وش ميرا وقالت بهدوء: انتي مش الظلام، انتي اللي فضليتي تحاربيه. في اللحظة دي النور رجع لعينيها. الصمت سيطر على القاعة، وآخر دمعة نزلت من ميرا وهي تهمس: أنا أسفة يا أمي. الجمهور افتكرها مشهد تمثيلي، لكن اللي كانوا عارفين الحقيقة فهموا إن دي كانت لحظة التحرر الحقيقي. ومن بعدها كل مرة تغني فيها صوتها بقى يحمل وعد إنها عمرها ما هتسمح للماضي يسرق نورها تاني. ده كان سر ميرا، أو يمكن مش الحقيقة الكاملة. اللي حكينا عنه النهاردة مش أكيد، يمكن يكون صح يمكن لأ، بس اللي متأكدين منه إن كل تفصيلة في القصة دي بتخلي الشخصيات دي أعمق بكتير مما باين. يمكن ميرا فعلاً بتحمل دم شيطان، ويمكن هي بس بنت بتحارب شياطين جواها زي أي واحد فينا. اللي يهم فعلاً هو إننا نحاول نفهمهم، نحس بيهم، ونستمتع وإحنا بنربط الخيوط ونهمن الأسرار. قولولي بقى في الكومنتس تفتكروا السر الحقيقي ورا ميرا إيه؟ هل فعلاً جزء منها شيطاني ولا دي مجرد لعنة من الماضي؟ ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، علشان لسه عندنا نظريات تانية مجنونة عن كيبوب ديمون هانترز هتخليكم تعيدوا الفيلم بعين مختلفة تماماً.